واضحه. اتفضلي يا حاج. عويس محمد محمد، عزبة الشركة تابع لكفر محفوظ، مركز طمية، محافظة الفيوم. عايزينك تكلمنا بس يا حاج عن موضوع المعزه اللي ظهرت عندك دي. موضوع المعزة اللي ظهرت، يعني عندي عنزة اللي هي كبيرة الأم، ولدت 2 قبل منها. تمام. وبعدها بحوالي ساعة فوجئت في لسه بطنها جدية تانية، هي دي الأخيرة اللي اتولدت. نزلت ولها ضرة وفيها لبن. تمام. فاحنا فكرنا ان ده مرض او اي حاجه زي كده، ما كناش نعرف. فندهت على نسيبي وقلت له تعالى نشوف الكديه دي نازله عندها ورم في ضرتها والكلام ده. فقعدنا بنمسكين الضره نعصر فيها لقينا لبن طرف وشنا. بسم الله ما شاء الله. فاتصلنا على دكتور بيطري في سنورس جنبنا هنا. قلنا له عندنا كديه اتولدت والموضوع كده، قال انا هاجي اشوفها. ففعلا جه. ولما جه الدكتور قال طب هاتوا لي كوبايه شاي. جبنا كوبايه شاي، حلبنا فيها شويه اللبن حوالي بتاع 2 سم. وقعدنا برضه بنتكلم بنقول ده لبن، بيقول لبن طبيعي مش لبن طبيعي. اتبخروا شويه اللبن في الكوبايه. تمام. اتبخروا. طيب كلهم؟ كلهم. يا دوب ما كانش فيه غير علامه بتداير في الكوبايه بس. فقال طب اللبن راح فين؟ قال ده اتبخر. فراح فتح شنطه العربيه جاب سرنجه وقال ده بقى من دم بيتدخر يبقى بيطير، يبقى لازم اسحبه في سرنجه واقفلها. فجاب السرنجه 5 سم، حلبنا شويه تاني في الكوبايه، سحبهم بالسرنجه والازاز بتاع السرنجه راح قافل